السلام عليكم خوتي، كنتم لاباس عليكم بخير؟ الناس داخل الوطن وخارج الوطن كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما شاء الله جيت نحضر معكم واحد الخبيزات كيجيو معمرين فران، كيجيو رائعين بالوصفه اقتصاديه وممكن تعوضوهم باي حاجه. انا هنا ان شاء الله غادي نعمرهم بالجداد. اول حاجه هنايا عندي واحد البصله كبيره مشلده، ديك الجداد ديالي هما عندي مغسولين مقطعين بهاد الطريفات صغارين على هاد الطريقه هذه، واحد الكميه على حسب افراد الاسره اللي عندكم. غادي نعمل لهم الثوم والمعدنوس، التوابل اللي كنستعمل لهم سكنجبر، الابزر، الخرقوم، العطر ديال الدجاج، معلقه صغيره د الموطه، الملح كتبقى دائما على حسب الذوق، وطبعا الحال زيت الزيتون باش كنشحروا به. اول حاجه نبداو على بركه الله، غادي نعملوا زيت الزيتون ديالنا باش غادي نبداو نشحروا ديك البصله واحد الكميه اللي غادي يطيب لنا فيها هادشي. وهنا عندي الخبيزات ديالي، انا عجنت العجين عملته كيرتاح باش دغيا يوجد لي. العجينه عجنت فيها الملح والخميره كما العاده، ومعلقه زيت الزيتون ومعلقه العسل. هنا كما ضفنا البصله غادي نعمل الثوم والبصله، نخليهم يتشحروا مع بعضهم. عاد غادي نضيف له طحنا شويه هاد البصله باش غادي نضيف لها ديك الجداد ديالي، وعاد غنضيف التوابل. خوتي من بعد ما تشحرت لي ديك البصله ديالي، دابا غادي نضيفو هذيك الكميه الجداد اللي قلت لكم مقطعين صغارين، اولا ممكن تعوضهم باي حاجه اللي كتبغيو نتوما. المهم الحشوه عدلو اللي بغيتو، كل واحد كيعمل اللي كتعجبو كاقتراح، وانتوما عملوا اللي كتبغيو واللي متوفر. بطبيعه الحال دائما كنقولوا اي حاجه اللي متوفره في الدار كنفدو بها. هنا غادي نضيف لها كثير الخرقوم، الابزار، السكنجبر، الملح كنبقى دائما على حسب الذوق. ما نساوش الجداد كانوا عندنا في الملح مراقدين. واحد معلقه صغيره د العطريه الدجاج، كنضيفو هادشي كيتشحر. خوتي هي كتشحر لي هادي، غادي نضيف لها واحد المعلقه د الموطه، حتى كتشحر لي مزيان. عاد غادي نضيف لها واحد نص كاس الكريمه والجبن. انا عندي جبن مثلث هنا غادي نستعملو، بغيتو نتوما مربع اولا شي نوع د الكيسو اللي كتبغيو نتوما، كل واحد كيعمل اللي كيعجبو. وهنا غادي نقول نعدل العجين ديالي هو خبات، وغادي نقول نعملو طريسات صغارين. شوفوا تبارك الله كيفاش انا دابا كنخرج منه ديك الهواء اللي كيكون فيه. بهاد الطريقه غادي ننزلوهم يخمروا يرتاحوا شويه وصافي. من بعد غادي نبداو تكون هذه تشحرت لنا وعاد برد، ونبداو نعمروهم يكونوا هما ارتاحوا. خوتي انا رجعت معكم بعد ما تشحرت لي هادشي. الحشوه ديالي غادي نضيف لها ديك المعدنوس، المعدنوس كنبغي نخليه حتى الاخر باش كتبقى ديك الطيبه ديالو باش ما كيتحرقناش.
في الحشوات ملي كيكونوا بحال هيدا. هنا غادي نضيفو ديك الجبن. انا عندي هنايا واحد 6 القطع ديال الجبن مثلث. نتوما كتضيفوا اللي كتبغيو. باش كنعلقوا شويه ديك الحشوه ديالنا. غادي نضيفو لها ديك نص كاس الكريمه. صافي خوتي، انا رجعت معكم بعد ما بردت لي الحشوه ديالي. انا بديت كنعمر بديك الخبيزات، ولكن نجيبو على هاد الطريقه. كنتكي غير في الجناب، الوسط ما كنتكيش فيه بزاف حتى كنعمرو. وهنايا هيدا باش كتبان لكم، هادي السينيه عندي باش نعمل فيها هنا باش يبان لكم. كنعمل الحشوه ديالي في الوسط، حتى كنبقى نجمع باش كنشدها. هيدا وإذا كتشي زياده كنحيدوها. شويه الطحين نخليوهم، عاد نعملو في الصينيه ان شاء الله ديالي. صراحه ساهل وكيجيو مزيونين. شنو ديالي كنعمرو عاود، كنمشيو كاملين بهم بهاد الطريقه. شو ديك الحشوه كيفاش كتجي معلقه. وهنا عاود كنجمع هادي ديالي. هانتوما كتكون شي حاجه زايده كنحيدوها. خوتي انا رجعت معكم بعد ديك الخبيزات ديالي ملي عاودوا الخميره مره ثانيه خمروا. دابا غادي نعملو ان شاء الله نقرصو، نعملو يطيبو. دهنت اللاطه ديالي، عملت لها ديك بابي كويسون، غادي نعملها فيه وغادي نعملو ان شاء الله يطيبو في الفران. صراحه ملي كيعملوا الخمره الاوليه والثانيه كيجيو زاهدين. نتمنى تجربوهم وينال الاعجاب لكم. نعملوا على هذه الطريقه. دابا غادي نعمل لهم بيضه باش نوريكم الطريقه. عدلو هاد نعمل لهم هيدا، غادي نوريكم ونكملوا عليهم. واحده غادي نعملها بالسنجلان، وحده بالبافو، وغادي نديهم هيدا غادي نشكلهم اللي غادي نعمل بالبافو وغادي نعمل بالسنجلان فوق منهم، وانتم عملوا اللي بغيتو. خوتي هذيك الخبيزه ديالي تشوفوا كيفاش كيجيو تبارك الله ما شاء الله، كيجيو رائعين. نتمنى تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. ومع ديك لاصوص اللي عدلت لها في الوسط، اللي كيبغي اي لاصوص اللي كيبغي كل واحد يعملها. خليكم في هاد الساعه فيديو قادم باذن الله وتبارك الله عليكم.